إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أجمل المقولات التي سمعتها عن النخلة تقول: أتعلمت أمي من النخل دروس الصبر أم هو من تعلم منها؟ وهذا ما سنلاحظه مع هذه النخلة التي تظهر للوهلة الأولى عادية وطبيعية، رافدة راسها في العالي وشامخة بطولة قدها على قول المرحوم الفنان ربح درياسة. لكن حين نتبع مسار نموها فسنكتشف بأن هذه الاستقامة وهذا الشموخ قد اكتسبته بعد تجاوزها صدمة السقوط وويلات سنين الزحف وتحرشات المحيط. إخواني أخواتي الكرام، النخلة كتاب سهل ولكنه متفرع، علينا فقط أن نفتحه ونقرأ فيه تعاليم الحياة والطبيعة التي قد يتسرب لها النسيان. علينا أن نتأمل همتها العالية رغم الأذى الذي يحيط بها، وأن نتعلم من جوابها على من يرميها بحجر وهي ترميه بثمر. لا بد لنا أن نتعرف على قلبها الواسع وهي تضحك في وجه الريح، وروحها المنبسطة وهي تتكيف مع كل الظروف، تواجه كل المرارات بحلاوة الطعم وصلابة القوام والمداومة على العطاء دون كلل ولا ملل. فلا مانع من أن نأخذها كمثال للحياة نستلهم منها العبر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.